السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ كتير من بنات قالوا لي نستخدم صابون ايه لبشرتنا. عرفنا منك أو من غيرك إن صابون الاستحمام غلط على البشرة. أنا جايبه لك النهارده كذا صابونة وكذا غسول للبشرة، وليكي حرية الاستخدام ان انت بتبقى عارفة بشرتك محتاجة ايه وتبدأي تستخدميه. يعني النهارده جايبه لك صابونة دوف. صابونة دوف من الحاجات الجميلة جدا اللي بتنظف البشرة وآمنة عليها، وبتعمل كمان على ترطيب البشرة، لان المكونات بتاعتها فيها كريمات وفيها حاجات هايلة جدا جدا لبشرتك. لو انت عايزه تستخدمي الصابونه كمعالج للحبوب بتاعه البشره، بتكون صابونه لونا بالجليسرين. يمكن كلمتكم كتير عنها لانها فعلا هايله جدا، بتعمل على علاج البشره من الحبوب، زائد ان هي كمان بتعمل على تفتيح البشره. لو عايزين نستخدم غسول، فاللي في متناول ايدك ويكون سعره كويس، وهو غسول غرني. غسول غرنيه بفيتامين سي، من الحاجات الجميلة جدا اللي كمان لو جبت كريم معاه، في كريم بيبقى برضو معاه كريم بفيتامين سي، غرنيه بفيتامين سي. للأسف أنا جبتهوش، كنت صورته لكم. من الحاجات اللي بتعمل برضو على تفتيح البشرة، زائد ان هي كمان بتدي تنظيف للبشرة عميق. قدامك الخيارات، شوفي بشرتك محتاجة ايه وتستخدمي بإذن الله حاجة من اللي أنا ذكرتها. اهم حاجة برضو هوصيكوا عليها وهي شرب المية، ضروري جدا لنضارة البشرة. اتمنى لايك للفيديو.